السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بقى نعمل تورتايه رقيقة كده وحلوة هتعجبكم ان شاء الله. نسمي الله كده ونصلي على الرسول. دلوقتي التورتايه دي انا واخداها من صاج مقاس 30 في 40. الصاج ده عاملة فيه 5 بيضات، وعاملة فيه كوبايتين ونص دقيق، وكوباية سكر، معلقة نشا، معلقة بيكنج باودر حلوة كبيرة، معلقة محسن جل مليانة كده على الاخر. اللهم صل على النبي، وفانيلي. مية متلجة، يعني اكتر من النص كوباية مية متلجة. خلاص، فانا قطعت التورتايه دي من الصاج وسويته على درجة حرارة عالية، بيقعد 10 دقايق مش اكتر. مقاس الصاج زي ما قلتلكم 30 في 40. خلاص بقى كده التورتايه دي مقاسها 14. انا عاملاها لبنتي، يعني مش مخرجاها، هي كانت عاوزة واحدة زي دي وانا عملتها لها وكده. ضربت الكريمة كوباية ونص مية، كوباية كريمة، ومعلقة كريمة باستر كبيرة. حشيتها من النص كده جوليو فراولة، وحطيت على الكريمة نص كوباية سكر. بجلس اهوت على مهلي عشان الناس اللي بتكتبلي وان انا بجلس بسرعة، فيعني انا مش عاوزة الفيديو يطول ويبقى رخم، انا بخلي الفيديو سريع عشان الناس متزهقش منه. دي 3 طبقات، مقطعة الطبق على رقم 8، يعني ما شاء الله طبقات عالية اوي بتاعتها. زي ما قلتلكم بقى، عشان انا في حاجات بنساها وكده. الصاج زي ما قلتلكم 30 في 40. حطيت فيه 5 بيضات، اقولكوا تاني برضه، وكوبايتين ونص دقيق، ولا مصلي على النبي، كوباية سكر، كوباية ومعلقة محسن جل، كل ده ساقع، المحسن والبيض والمية المتلجة، ونص كوباية مية وشوية كده متلجين، ومعلقة نشا. خلاص بقى كده انا جلست التورتايه كده وسبتها، حطيتها في التلاجة لحد ما اعمل اللي هو الكريمه اللي هي باللون ده. لون بيتباع غذائي طبعا. مريم هي المصره ان هي تزوقها، اقول لها يا مريم هتبوظيها، تقولي لا انا اللي هعملها، مش انت عاملاها لي، انا اللي هزوقها. فكانت حشرة نفسها يعني في الفيديو كده. خلاص بقى كده طلعتها، همسح بقى القعدة بتاعتها كده. حاولي بقى تسويها كويس قوي كده، والكريمه دام تقيله معاكي بتتسوى بقى بكل سهوله وبتبقى حلوه قوي. التورتايه دي ممكن تطلعيها ب100 جنيه لو انت في مكان يعني كده، ممكن تطلعيها ب100، ممكن تطلعيها ب80، هيبقى مكسبها حلو قوي. لو ب80 برضو المكسب بتاعها حلو قوي. خلاص بقى انا خليت الكريمه كده لونها بامبا كده، هسوي بس كويس. هحط فيها بقى حتت كده من الكريمه اللي انا لونتها كده اهي. مريم بقى طبعا هي اللي عاوزه تحط برضو، مش راضيه ازعلها يعني، وبخليها تحط كده حاجه وارجع اخده منها تاني. كنت المفروض بقى انا سويته الاول قبل ما اشرشرها كده، بس انا رجعت تاني رحت مسوياه، لقيتها كده شكلها احسن، ورجعت بقى عملتها بالسكرابة اللي كده شرشرتها. بس كانت الحته دي اتقطعت من الفيديو، شكلها كان جميل قوي وكانت رقيقه قوي. الحته دي بقى اتقطعت لما جيت اعملها بقى بالشكل ده. كنت فاكرة ان انا بصور والتليفون ما كانش بيصور. هنعمل بقى الروزتات كده، وردة كده جميلة. تزيينها رقيق وسهل خالص، ما شاء الله جميلة اوي. هحط كده نقط كده من الكريمة عشان احط الفراشات.
دلوقتي بقى هنحط إلسا، فانا عاوزة احطها الناحية دي ومريم عاوزة تحطها الناحية دي، مش عارفة اعمل ايه لمريم. فهنقلها تاني وحطيت كده الفراشة بقى ابتدت ان هي تظهر وشكلها يبقى جميل اوي. هي بقى بتحط واحدة هي. آه، هي بقى عاوزة تحط الصورة دي، انا مش عارفة الصورة دي بقى اسمها ايه. فالمهم هفضل بقى اقنع فيها لحد ايه ما اشيلها احطها في جنب التورتاية. هي مش عاوزة تحطها في جنب التورتاية، هي عاوزة تخليها هنا. فقعدنا حبة بقى ايه عمال ما خلصنا التزيين بتاع التورتة. شكلها كده احلى طبعا، رايقة قوي. شكلها كده ما شاء الله جميلة قوي. هنحط بقى كريسبي اللي هو الفضي كبير، وهنحط كريسبي صغير من فوق كده. كده كانت الشكل بتاعها ما شاء الله، كانت تزيينها رقيق خالص ومخدتش معايا اي وقت. شايفين عمالين ننقل من هنا انقل من هنا، تقولي حطيها لا حطها هنا لا هاتيها هنا. خلتني شلتها كام مرة وفي الاخر كمان مكانش عاجبها وفضلت زعلانة. كريسبي بقى الفضي شكله حلو قوي مع اللون ده. وبعدين هي جايبالي نجوم حطاها لي على الرخامة، عمالة اقولها مش هينفع تقولي لا حطيلي. فريحتها كده وخليتها حطت كام واحدة في الجنب كده عشان ما تزعلش. تقولي التورتيه بتاعتي وانا اللي هزوقها يعني وكده. فالفراشاية دي احترت معانا مش عارفة اوديها فين. نحط بقى كريسبي صغير كده برضو فضي شكله جميل قوي. الفضي الصغير ده بيبقى رقيق قوي في الحاجات دي. هي بقى عمالة تحط في نجوم كده في الجنب اهي. وده بقى كان نهاية الفيديو. يا رب يكون الفيديو عجبكم ويكون خفيف على قلبكم. فيديو رقيق ومش مكلف خالص. جربوها بقى بالشكل ده. والفراشات دي انا بعملها في المكتبة، بطبعها في المكتبة. استنوني بقى ان شاء الله في فيديو جديد.